قبل نطقي بالكلام وأنا رضيع لبالهم والطفل يؤلمه الفطام بحبي أحبابي غلام لا والذي خلق الأنام عن حبهم لا أنتهي وسواهم لا أشتهي بالله روح يا ملتهي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرايا المؤيد بأفضل العطايا والمزين بأكرم السجايا. هذا مولد جديد يهل علينا بهلاله، ومع إطلاله تهب علينا نسمات السيرة النبوية العطرة، ومعها يتجدد عهدنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لنحتفل بمقدمه إلى العالمين وبإرساله إليهم رحمة لا تتناهى. وفي كل سنة تتجدد ذكرى حية فتية لا يعتريها البلا، ولا يزيدها مر الأعوام وكر الدهور إلا رواء. فكيف لا والذي نحتفل بمولده ومبعثه وسيرته هو الذي احتفى به الله تعالى في القرآن الكريم وتغنى بخلقه العظيم قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وفيه وعده بلطائف الرعاية وكامل العناية قائلا: فإنك بأعيننا. وفيه أيضا ضمن له العطاء حتى الرضا في قوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفيه نسبه الله إلى ذاته العلية وأكرمه برتبة العبودية بعد أن متع مقلتيه بالنظر إليه فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. وعندنا أن كل مخاطبة ربانية إليه إنما هي احتفاء واحتفال، وفيها يتجلى مقداره السامي ومنزلته عند ربه. ولا يسع المسلمين في كل عصر ومصر إلا أن يبتهجوا بهذه المخاطبات السامية، وأن يفرحوا بفضل الله عليه. وأي فضل أعظم وأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ويناسب مولده هذه السنة اليوم 12 من شهر ربيع الأنور سنة 1435 للهجرة، الموافق ل 13 جانفي 2014. وكلنا في الزاوية المدنية بقصيبة المديوني ألسنة تلهج بالدعاء إلى الله حتى يجعل هذا المولد سببا للخير والاهتداء ومقاما ثابتا تحن فيه القلوب إلى من به الاقتداء، صلوات الله وسلامه عليه عدد قطرات الندى، وعلى آله وصحابته من أرواحنا لهم الفدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا